السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل كفتة الرز بطريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش أي تعقيد. هنطحن الرز في البيت. كانوا زمان بقى الأمهات ياخدوه أمهاتنا ياخدوه الرز والخضرة والبصل يروحوا يقطعوا اللحمة ويفرموها عند الجزار. بس دلوقتي بقى الكبة سهلت علينا كل حاجة دلوقتي في البيت. أنا معايا هنا ربطة كزبرة وربطة شبت. ما بحطش بقدونس. البقدونس بيغمق الكفتة زي ما بيغمق كده الطعمية. متحطش بقدونس. قطعت عليهم بصلتين صغيرين او بصلة كبيرة يعني. منكترش البصل يعني عشان ما تفكش. معايا نص كيلو رز على نص كيلو اللحمة، يعني انا غسلاها قبلها بيوم وبيته في المصفى الصفو ميته كلها، وهنطحنه في المطحنة بتاعت التوابل. طحن ناعم بقى، هنطحنه طحن ناعم. بيطحن زي ما بنطحن التوابل بالظبط يعني. سهل جدا. بس اهم حاجة يتنقع في المية 3 4 ساعات ويبات يتصفى، يعني يصفي ميته كلها. لو غسلناه كده وطحنا على طول ما بيطحنش معاكي، مش هيطحن بسهولة. لازم يبقى بايت مغسول وبايت يتصفى كده في المصفى عشان يطحن كويس. وما ينفعش ناخد الرز على الخضرة على اللحمة في الكبة مش هتطحن الرز. لازم الرز ينطحن في المطحنة الصغيرة دي. او في ناس بتعمله في المفرمة بتاعت البسكوت. في ناس بتحط كل حاجة على بعضها وتطحن، بينطحن برضو. دي معلقة توم وضفتها على الخضرة كده. بقى هنطحن الخضرة مع البصل وهنضيف اللحمة عليهم. هو نص كيلو رز بياخد نص كيلو لحمة. في ناس بقى بتقلل الرز، في ناس بتزود الرز عادي. انا عاملة كمية اللحمة قد كمية الرز. هنضيف بقى عليهم اللحمة وعليهم الرز. عايزة بقى اقول حاجة. في اخت من الجزائر كانت معلقالي على فيديو السابليه. مش عارفة، مش عاجبها مقادير السابليه بتاعتي. آه، مع انها مظبوطة والله وطلع حلو قوي. وبتقولي المبتدئين عندهم اللي بيعملوا الطريقة دي. انا عاملاه للمبتدئين عادي، انا عاملاه بطريقة سهلة وبسيطة. هي بتقولي بقى شوفي القنوات الجزائرية عندهم بيعملوه ازاي. عادي بيعملوه باحترافية. في هنا في مصر قنوات كتير عاملاه باحترافية وعاملينه حلو قوي وجميل. بس انا عاملاه بطريقة سهلة وانا كاتبة كده على الفيديو. انا عاملاه بطريقة سهلة وبسيطة، ان بقى اي حد يقدر يعمله. يعني في ناس تشوف ال الفيديوهات اللي عاملينه صعب ومكلف، يخافوا يعملوه. يعني الحاجة مكلفة جدا ويخافوا يبقوا الحاجة تبوظ منهم لانه بيبقى مكلف. فانا عاملاه بطريقة سهلة ومش مكلفة، ان بقى اي حد يقدر يعمله عادي. يعني احنا اختلفنا في الكلام. انت قلتي وجهة نظرك وانا قلت وجهة نظري، بس انا حبيت بقى اقولك بلساني يعني آه، ان المقادير بتاعتي مظبوطة. والله مش مظبوطة، طالع مظبوط وطالع حلو قوي، احلى من اللي بنجيبه من بره كمان. البسكوتة نفسها انا مش بتكلم على الفينش. الفينش ده بتاعك، بتاع اللي بتعمل. انت عايزة تعمليه تزوقيه زي ما تزوقيه. انا بتكلم على المقادير اللي انا عاملاها. البسكوتة نفسها طالعة حلوة وناعمة وجميل والله. وبعدين المقادير يعني في مقادير كتيرة مختلفة عن بعضها. يعني في بالبيض وفي من غير بيض. وفي مقادير كتيرة مختلفة. يعني انا عاملاه بمقادير برضو مظبوطة مش مظبوطة. طالع حلو ومظبوط والله. ما علينا بقى. آه، الاختلاف
اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية زي ما بيقولوا. هنا خلصت اللحمة، هنضيف بقى الرز عليهم. انا بعمل بقى وبريح الكبة شوية، برجع اكمل يعني، مش شغالة على طول. اهم حاجة بنضيف يعني معلقة بمعلقة علشان ما يتقفلش على بعضه على الكبة يعني، يبقى سهل في الفرن. دي التوابل بقى، حطيت قرفة، نص معلقة قرفة، ونص من كل حاجة نص معلقة، وكبيبة صيني، وكزبرة، وكمون، وبهارات لحمة، وربع، وحبة شطة صغيرين، اللي حابب بقى يخليها حراقة يزود الشطة. وهضيف معلقة ملح، طبعا معلقة كبيرة، وفلفل اسود، حطيت فلفل اسود كمان. ادي معلقة الملح، لازم نضيف الرز كله لطحنينه بقى. خلاص، هي طالعة حلوة اوي، كل حاجة بقى ايه اندمجت مع بعضها. معايا بقى زيت، هنصبعها ونبل ايدينا زيت، نصبع بقى، في بيعملوها كور صغيرة، ده بقى حاجة ايه ترجع لك، اللي عايز يعملها صوابع صغيرة، اللي عايز يعملها صوابع كبيرة، اي حاجة يعني، بس هي كده الحجم ده كويس يعني. هي مش بتلزق ولا حاجة، بس لازم علشان تطلع البرمح في البرمة حلو كده، لازم نبل ايدينا زيت.
خلص كل الكمية بقى. مش عارفة ايه الحتة دي بقت طويلة اوي. دي بقى حلوة، بنحمرها ونشيلها في الفريزر متحمرة عادي. لما نحب ان نعمل نطلع الكيس واحطه على طول في الصلصة، بيبقى حلو يعني. انا هنا بحمرها اهوت. هنعمل الصلصة بقى هقللها بتوم. انا مش بقلب بصل بالثوم، بتبقى احلى بكتير. جربها بالثوم هتعجبكم قوي، احلى من اللي بتتقلب بالبصل. هو كان في مقطع، انا عملت في الصلصة البطاطس مع الكفتة، بس المقطع ده مش عارفة باين التصوير بتاعه ما تثبتش ولا مش لاقياه يعني. فما علينا، انا هحط بطاطس في الصلصة مع الكفتة، بس مش هتبقى باينة بقى لان انا مش عارفة التصوير الحتة بتاعتها راحت فين صراحة. الفيديو بتاعها ما تثبتش ولا مش عارفة. لازم بقى ايه الاولاد ياخدوا كفتة من اللي طلعت دي، زي ما كنا احنا بنعمل برضو. اظن كله كان بيعمل كده. اهي الكفتة اهي. انا المقطع بتاع البطاطس والله مش عارفة راح فين. انا هنا حطيت زيت ومعلقة الثوم المفرومة، احلى بكتير من البصل. بتخلي الكفتة طعمها حلو اوي، بتوديها في حتة تانية خالص يعني. زي ما بيقولوا. هنا في صلصة حطيتها انا كنت مفرزاها. المقطع بتاع البطاطس والكفتة لما حطيتهم مش عارفة راح فين والله. هو شكله ما تثبتش يعني. انا هنا بقى ايه اللي بيتخزن بشيله في كيس وفي الفريزر. في ناس بتشيلها من غير ما تتحمر يعني، بتبقى برضو عادي، بس لما بتبقى متحمر بتبقى افضل. مستعجلة كده بتطلعي تحطي على طول في الصلصة. انا عملتها بالبطاطس حلوة أوي.